مادي وفارس. بعد كده سقطت وقام مكانها الامبراطوريه الثالثه اللي هي ايه؟ اليونان، الاسكندر الاكبر. بعد كده سقطت وقام مكانها الامبراطوريه الرابعه اللي ايامها صلب ربنا يسوع المسيح، اللي هي الامبراطوريه الرومانيه على يد يوليوس قيصر. اتفقنا؟ احنا في زمن مين؟ مادي وفارس. اتفقنا؟ نقرا تاني. في اليوم 24 من الشهر 11 هو شهر شباط في السنه الثانيه لداريوس، كانت كلمه الرب الى زكريا ابن برخية ابن عدو النبي. يبقى الله كلم نبي اسمه ايه؟ زكريا. معنى اسمه من اسمه زكريا يعني ايه؟ الله يذكر. برافو. برخية او بركية. انتوا عارفين زمان كان القسيس ويليام علمنا عبري هنا. برخية يعني ايه؟ بركة، مش كده؟ فزكريا معناها ايه؟ الله بيذكر وهيبارك. ابن عدو يعني الوقت المناسب. فمعنى اسمه الله فاكر، بيذكر وهيعمل ايه؟ وهيبارك امتى؟ في الوقت المناسب. وطبعا الرسالة دي كانت مناسبة جدا لشعب اسرائيل في الوقت ده، لان الشعب فين؟ في السبي. طبعا السبي ده مأساة. انا رحت العراق 2003 وشفت يعني ايه سبي. ليه؟ لانه بسبب الحرب فين الاسر؟ مشتتة. ومن شهور كنت في الأردن ورحت زرت المعسكرات بتاعت اللاجئين السوريين. طبعا مأساة. ليه؟ فين الأسر؟ محدش في بيته. شفنا أمهات بترضع أطفالهم بدل الحليب مية سخنة، مفيش لبن. سبي تهجير، مش كده؟ الرسالة دي اتكتبت لشعب إسرائيل امتى؟ انتوا معايا مش كده؟ اتكتبت امتى؟ في وقت ايه؟ السبي. ومين اللي كتب السفر ده؟ زكريا ابن برخية ابن عدو. الله بيقول لهم انا مش ناسيكوا، انا فاكر وهعمل ايه؟ وهبارك امتى؟ في وقت مناسب. بصوا الرؤية بقى. رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر. آدي الفرس الأحمر. وفي راجل ماله راكب على الفرس. طبعا مش هيركب عشان هيموت. في رجل ماله راكب على فرس أحمر. فين واقف؟ فين؟ بين الآس الذي في الظل. يعني ايه الآس؟ نوع من الأشجار العالي جدا واللي بيحكي عن السلام. الآس والسرو دي الأشجار اللي دايما بتحكي عن ان في ايه؟ في هدوء وسلام ورخاء، والوضع حلو ولا سبي؟ وضع حلو. فده رجل راكب على فرس لونه أحمر وواقف فين؟ في وسط أشجار ايه؟ الآس. اتفقنا؟ نكمل قرايه. وخلفه ايه؟ خيل. 3 مجموعات، حمر وشكر وشهب. يبقى اول نوع من الخيل وراه. ممكن انت تقف كده في البدايه خالص عشان يشوفوك. وراه كام نوع؟ 3 اللي هم ايه؟ حمر وايه؟ وشكر. شايفينه؟ وايه؟ وشهب. برافو يا شباب. الأحمر احنا عارفينه. الأشقر اللي هو ايه؟ أسمر محمر، أسمر بحمار. الأشهب أسمر ببياض أو أبيض مسمر. اتفقنا؟ فكم مجموعة من الخيل؟ 3. نكمل. فقلت. مين اللي بيتكلم؟ زكريا. برافو. زكريا. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ زكريا كان بيكلم ملاك ماشي معاه. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب مين؟ فأجاب مين؟ الرجل الواقف بين الآس. يعني مين اللي رد؟ ده. برافو. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال
هؤلاء، مين هؤلاء؟ اللي هم الثلاث مجموعات الخيل. هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. اتفقنا؟ تمام؟ يبقى السؤال اللي سأله زكريا ايه الثلاث مجموعات الخيل دي؟ فراح مين اللي رد؟ الرجل الراكب على الفرس الأحمر الواقف بين الآسر في الظل. اتفقنا؟ فأجاب الرجل الواقف بين الآس، هو اللي رد. هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض فأجابوا. يبقى مين اللي رد دلوقتي؟ الثلاث مين؟ الثلاث مجموعات. برافو يا زكريا، برافو. فأجابوا الثلاث مجموعات. فأجابوا قالوا إيه؟ فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس. فهمنا مين ده؟ طلع مين؟ طلع ملاك الرب. مين هو ملاك الرب في العهد القديم؟ طلع رب يسوع نفسه. كنا بنرنم عنه، أنا ليا إله عظيم، مش كده؟ يبقى مين الرجل الواقف بين الآسر على فرس أحمر بين الظل؟ مين ده؟ ده رب يسوع. تمام؟ فأجاب ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا، راحوا دول ردوا على مين؟ ملاك الرب. قالوا له قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. هي مستريحة وساكنة ولا كانت تعبانة؟ من وجهة نظرهم مستريحة وساكنة. من وجهة نظر شعب الله الأرض مالها؟ تعبانة وحزينة. ليه؟ السبي. يبقى مين الثلاث مجموعات دول؟ مين شاطر يفكر مين الثلاث مجموعات دول؟ عبارة عن خيل، واحنا كلنا عارفين خيل او فرس يعني ايه؟ حكم، سيطرة، ملك، حرب، مش كده؟ فاكرين الرب يسوع وهو داخل اورشليم داخل على فرس ولا على حمار؟ ليه ما رضيش يدخل على الفرس؟ عشان دخل على فرس معناها ناوي يعمل ايه؟ ده يحارب. لكن داخل على حمار معناها ايه؟ لا، انا جاي في سلام. في مجيئه الثاني يشوفه في رؤية 19 جاي من السماء مش على حمار، على ايه؟ على فرس. معناها جاي يعمل ايه؟ جاي يحارب ويدين. عشان كده فرس يعني حرب، يعني حكم، يعني سيطرة. فمين الثلاث مجموعات دول؟ كان عدى مملكة من الممالك وفاضل كام؟ فاضل 3. فعلا الثلاث مجموعات دول، المجموعة الأولى مملكة إيه؟ مادي وفارس. المجموعة الثانية اليونان. المجموعة الرابعة الثالثة الرومان. وفين المجموعة الأولى اللي هي مجموعة الكلدانيين؟ انتهت، لأن السفر ده اتكتب في زمن مين؟ في زمن المجموعة الثانية. عشان كده المجموعة الثانية زكريا لما شاف المجموعة الثانية لونها ايه؟ احمر. نفس الفرس اللي ركب عليه الرب يسوع لونه ايه؟ احمر، لان في زمن كتابة السفر تم اثناء مملكة مادي وفارس. طب نكمل قراية عشان نشوف ازاي ان الثلاث مجموعات دول هم الامم. نكمل القراية. فاجاب ملاك الرب وقال. تحبوا نقرأ الرؤية تاني من الاول ولا نعيدها ولا مفهومة؟ اصل دايما الرؤى صعبة، لان احنا دراسة النبوة صعبة مش سهلة. تعالوا نقراها مرة تاني من عدد 7. في اليوم 24 من الشهر 11 هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخية ابن عدو النبي قائلا: رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر. اتفقنا؟ بين الآس شجر الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشكر وشهب. فقلت، اللي هو زكريا كلم الملاك. كان دايما لما كل الأنبياء اللي بيشوفوا رؤى كان دايما بيكون في ملاك ماشي معاهم بيعمل ايه؟ يفهمهم الرؤية. فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فأجاب الملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس
وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس. راحوا ردوا 3 مجموعات من الخيل على ملاك الرب وقالوا له قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. فأجاب ملاك الرب، أدي الجزء الجديد، وقال يا رب الجنود. مين بيكلم مين؟ ملاك الرب اللي هو رب يسوع. بيكلم مين؟ واحد اسمه رب الجنود اللي هو مين؟ الله الآب. مش كده؟ الله الآب والله الابن بيتكلموا مع بعض. مش كده؟ وقال له يا رب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ إلى متى؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية. فقال لي الملاك الذي كلمني، اللي هو الملاك أنا، اللي بيقول لمين؟ قال لي لزكريا. شاطر. قال له نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على مين؟ على الأمم المطمئنين. يبقى مين هم اللي بيقولوا الأرض مستريحة وساكنة وكل حاجة تمام كله زي الفل؟ نروح نكلم دلوقتي، يروحوا كلموا الرؤساء والقادة اللي في مصر، تقول له ايه الأخبار؟ يقول لك ايه؟ كله تمام. ليه كله تمام؟ لأنهم راكبين على الفرس، مش كده؟ فبيقولوا كله تمام، بس رأي الله ايه؟ رأي الله ايه؟ روح لشعب الله قول لهم يا شعب الله ايه الأخبار؟ يقول له كله مش تمام. فعلا فعلا زي أحوال شعب إسرائيل، بس احنا طبعا في حالة أحسن جدا، في حالة أحسن جدا. مفيش حد فينا ساب بلده، وإن كان البعض بيضطر يعمل كده وبنسمع أخبار عن كده، لكن ساعتها الشعب كله فين؟ كله في السبي، حالته مؤسفة. طب يا ترى واحنا في السبي فين الله؟ موجود. شايف؟ في رد فعل منه؟ في ايه؟ غضبان. انا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين. ليه؟ لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. يعني ايه؟ هو مين اللي بعت المجموعات دول؟ قال لنا الكتاب الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض. بعتهم ليه؟ لتأديب شعبه. ليه؟ الشعب مش عايز يتوب، فبعتهم وقال لهم روحوا لشعبي واعملوا له ايه؟ ألمين. قالوا حاضر يا رب. راحوا للشعب عملوا فيه ايه؟ 20 ألم. فالله عمل ايه؟ لو ابنك مش بيذاكر كويس انت بتروح للمدرس في المدرسة وتقول له ايه؟ شد عليه. جالك الواد تاني يوم ايده مكسورة، كان زمان. دلوقتي يعني بيوصل الولاد ما تشدش على المدرس. تمام. جالك تاني يوم ايده مكسورة، بتعمل ايه؟ بتروح تاكل المدرس. ليه؟ انت قلت للمدرس ايه؟ شد عليه. هو عمل ايه؟ شد عليه. كسر له ايده. الله قال للامم ايه؟ اعملوا ايه مع شعبي؟ شدوا عليهم. راح الامم عملوا ايه؟ دمروهم. راح الله غضب. انا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. نكمل. لذلك هكذا قال الرب قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فبيتي يبنى. يا سلام على الناس اللي في السبي لما يسمعوا الكلام ده، يا سلام. لان البيت كان ايه اللي حصل له؟ نبوخذ نصر عمل فيه ايه؟ حرقوا. ايه ده؟ البيت هيتبني. فعلا دي رسالة الرجاء. الله بيذكر وهيبارك امتى؟ في وقت مناسب، في وقت معين. فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود ويمد المطمار على اورشليم. كل المهندسين اللي هنا عارفين عن المطمار، اللي هو الحبل بتاع ايه؟ القياس اللي هو بيستخدموه البنايين. معناها ايه اللي هيحصل؟ ده المعمار هيرجع تاني لاورشليم.
نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود إن مدني تفيض بعد خيرا. إيه ده؟ يعني الشعب اللي هاجر واللي اتسبى ده كله هيعمل إيه؟ هيرجع تاني وهيرجع لمكانه وهترجع الزراعة، تمام، وهترجع الشغل، والمدن تفيض بعد خير، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. نكمل لأن في رؤية أصعب. نكمل، بس قبل ما نوصل للرؤية الثانية ناخد بعض الأفكار الحلوة في الرؤية الأولى. هراجع معاكم الرؤية الأولى. أسئلة بقى. مين ده؟ ها؟ أنا مش سامع صوت الرجالة خالص، لا ترنيم ولا مجاوبة أسئلة. ها يا إخوة، مين ده؟ الرجل الراكب على الفرس اللي هو مين؟ طلع ملاك الرب اللي هو مين؟ ظهورات المسيح في العهد القديم، مش كده؟ بس ده طبعا مش ظهور، دي رؤية بيشوفها زكريا. راكب على فرس لونه أحمر. يعني إيه راكب على فرس؟ يعني له سلطة سياسية. إيه ده؟ المسيح له سلطة سياسية؟ العهد الجديد قال كده، والعهد القديم بيقول كده. العهد القديم بيقول بعد ما قام من الأموات قال إيه؟ دفع إلي إيه؟ كل سلطان في السماء بس وعلى الأرض. إيه ده؟ ده له سلطة، مش كده؟ ولما تقرأ عنه في رؤية واحد، مكتوب عنه في رؤية واحد إنه رئيس ملوك الأرض. رئيس ملوك الأرض. ويقول عنه الكتاب يعزل ملوكا وينصب ملوكا. عارفين كل رئيس بيتشال مين اللي بيشيله؟ مين؟ رب يسوع. والرئيس اللي بعده مين بيحطه؟ رب يسوع. فاهمين؟ ده الكتاب بيقول. طيب بس هسأل سؤال، بس نكمل مراجعة الرؤية. الرجل ده راكب على فرس أحمر، خلفه إيه؟ 3 مجموعات من الخيل اللي هم إيه؟ حمر وشكر وشهب، اللي هم إيه؟ ال3 إمبراطوريات. هسأل أول سؤال، الراجل ده الناس شايفاه ولا مش شايفاه؟ ده سؤال مهم. مرئي ولا غير مرئي؟ ها؟ مين يقول مرئي؟ مين يقول غير مرئي؟ والباقيين حزب الكنبة دايما هم اللي مش بيصوتوا دول في أي حاجة. متشاف ولا مش متشاف؟ مش متشاف. ليه؟ ليه؟ ليه يا زكريا؟ زكريا شافه، كل الشعب شايف؟ لا. امال مين اللي شاف؟ زكريا. بصوا الآية رقم 8. هات 8. ليه مش متشاف؟ في 3 أسباب يخلوه مش متشاف. رقم 1، ليل. مين اللي هيشوف بالليل؟ لا، في ناس بتشوف بالليل، السهرانين. طب واللي نايمين مش هيشوف. مش كده؟ أول سؤال ليك، أنت سهران ولا نايم؟ تعرفين يعني ايه سهران ولا نايم؟ مش كده؟ سهران معناها في خلوة وقراية كتاب وصلوات وقعدة فردية مع الرب، معناها انت قاعد في بيتكم مع الرب، معناها ملك سهران. لكن سعادتك تصحى الصبح تنزل على الشغل، ترجع من الشغل على البيت، ومن البيت على الاجتماع، من الاجتماع على الفضائيات، ومن الفضائيات على السرير، وتاني يوم شرحه، وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم 10 يوم. انت سهران ولا نايم؟ انت نايم. هتشوف ولا مش هتشوف؟ مش هتشوف. ليه؟ لان ده شاف امتى؟ في الليل. الليل يشوفوا السهرانين. رقم 2، ليه مش متشاف؟ واقف بين الآس. وقلنا الآس ده شجر بتاع سلام وبتاع هدوء. معنى كده ان الرجل ده مطمئن ولا مضطرب؟ هو في حالة سلام، واقف بين الآس. انت مضطرب ولا في سلام؟ مضطرب ومذعور وقاعد قدام ابراهيم عيسى ولميس الحديدي وخير رمضان انت ملك. انت شايف الرجل ولا شايف الخيل؟ عينك على مين؟ انتوا عارفين اغلبيه الناس عينهم على مين؟ على مين؟ على الخيل. يعني ايه؟ عينه على الاخوان، وعينه على السلفيين، وعينه على الوطنيين، وعينه على الحزب الفلاني والحزب العلاني. طب انت كده بتراقب مين؟
بتراقب الخيل. طب ايه اللي هيحصل لك لما تراقب الخيل؟ انزعاج، اضطراب، خوف، رعب. انت مش شايف الرجل اللي راكب على الفرس، مش شايفه، عشان كده هتبقى خايف. شكرا. انت مادي وفارس، انت مش شايفه، عشان كده رقم واحد رأيته في الليل. السهرانين هم اللي يشوفوا، اللي نايمين روحيا، اللي مهملين روحيا مش هيشوفوا. رقم اتنين الرجل واقف بين الآس في هدوء وسلام. ليه هو في هدوء وسلام؟ ليه؟ مسيطر على الأمور، لأن الرجل ده راكب على الفرس وخلفه ولا قدامه الخيل. خلفه يعني ايه؟ تحت السيطرة. روح للرب يسوع اسأله الأمور تحت السيطرة، يقول لك تحت السيطرة تماما. طيب انتوا عارفين زكريا كان في زمن مملكة مادي وفارس، والله بيوريه قال له يا زكريا خلي بالك، مادي وفارس هتمشي وهيجي وراها مين؟ اليونان. وهتمشي وهيجي وراها مين؟ الرومان. ده الله بيقول لزكريا المستقبل. كم واحد من شعب إسرائيل في السبي شاف الكلام ده؟ ولا واحد، إلا زكريا راح كتب السفر وراح عمل ايه؟ بعته للناس. بدأت الناس تعمل ايه؟ تقرأ سفر زكريا. كل اللي هيقرأ سفر زكريا هيعمل ايه؟ هيفهم. طب واللي مش هيقرأ مش هيفهم. كل اللي هيقرأ كلمة الله هيفهم الله بيعمل ايه، وكل اللي بيهمل كلمة الله هتبقى في الليل ضلمة مش شايف. رقم 3 ليه الناس مش شايفين؟ ليه؟ في الظل ولا علني؟ ده في الظل، لأن الرب يسوع يدير سياسة الأرض من وراء الستار. ومين هيشوف اللي بيحصل وراء الستار؟ ناس قاعدين قدام كلمة الله. ايه اخبارك مع كلمة الله؟ اسألكم بعض الاسئلة المحرجة. بعض الاسئلة المحرجة. بتقرأ الكتاب كل يوم؟ حريص انك تقرأ كم حلو وتفهم؟ حريص انك تقضي وقت في الصلاة؟ اصل انت مش عارف الظروف اللي بنعدي فيها. طب ما هي الظروف اللي بنعدي فيها دي محتاجة دلوقتي ايه؟ كلمة الله والصلاة. محتاجة الرجوع لله، مش محتاجة انك تهمل كلمة الله وتهمل الصلاة. بالعكس، دي الظروف اللي محتاجة اللي نايم في السنين اللي فاتت والشهور اللي فاتت يعمل ايه؟ استيقظ، قوم. واول ما تستيقظ، اول ما ترجع للكلمة، اول ما ترجع للصلاة، هتبتدي تشوف. انت شايف دلوقتي الامم دول مسيطرين ودول مسيطرين ودول مسيطرين، ده اللي انت شايفه. لكن اللي هتشوفه ساعتها ان في ايه؟ رجل راكب على الفرس. وساعتها ايه اللي يحصل لك؟ هتتعزى. وايه اللي يحصل للايمان جواك؟ الثقة. لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة. وايه اللي يحصل لك وانت في مكانك في السبي؟ هتعمل ايه؟ هتهدى وهتشوف شغلك وهتستقر، وانت عارف ان بعد ما تقضي وقت معين في هذه الظروف الله هيؤمر. وايه اللي هيحصل؟ هيتم الرجوع. ده اللي حصل لشعب اسرائيل اللي قروا سفر زكريا، اللي صدقوا كلمة الله. لكن كل اللي اهملوا كلمة الله مالهم؟ قالوا يا مصيبتي السودة. ايه؟ مادي وفارس. راحت مادي وفارس، جم مين؟ جم اليونان. المصيبة ايه؟ اوحش. راحوا اليونان، جم الرومان. يعني ايه اللي بيحصل؟ الظروف مالها اسوأ. ده اللي شايف سطحي، لكن اللي شايف في الليل اللي بين القاس اللي في الظل هيقول ايه؟ الله بعت مادي وفارس، الله بعت اليونانيين، الله بعت الرومان. وهيبتدي يشوف الله بيعمل ايه وهيشتغل معاه. وهنقول دلوقتي ازاي الله بيشتغل معاه. امين. عشان ما نطولش، الله كان بيعمل ايه اثناء السبي؟ هات لي باوربوينت.
الباوربوينت اللي جاي برضو صعب شويه، صعب سنه، فهنركز فيه. كله شايف؟ كم مملكه؟ ها، كم مملكه؟ 4 اللي هم ايه؟ 1 الكلدانيين، 2 مادي وفارس، 3 اليونان، 4 الرومان، مش كده؟ شافهم نبوخذ نصر، فاكرين؟ شافهم ايه؟ تمثال كبير في دانيال 2، فاكرين الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر؟ لما شاف ايه؟ الامبراطوريات ال4 وشاف حجر قطع بغير يدين، عمل ايه؟ ضرب التمثال حطمه كله. اللي هو شافهم نبوخذ نصر ال4 دول في صورة المملكة الأولى، في صورة ايه؟ الذهب، الرأس من ذهب، والصدر والذراعان من فضة، والبطن والفخذين من نحاس، والساقين والعشر أصابع منين؟ من حديد، مش كده؟ شافهم دانيال، بس دانيال ما شافهمش ذهب وفضة ونحاس وحديد، لا، دانيال شافهم ايه؟ من وجهة نظره شافهم ايه؟ دول وحوش. ليه؟ بيعملوا ايه؟ دول بيفترسوا شعب إسرائيل، فشافهم أسد ودب ونمر ووحش هائل، مش كده؟ زكريا 1 فيه رؤية تاني ما قرنهاش، شافهم 4 قرون، القرن الأول والثاني والثالث والرابع، لأن القرن بيعمل إيه؟ دول القرون اللي بتعمل إيه؟ اللي بتنطح الشعب. اتفقنا؟ تعالوا نشوف. اتشافهم نبوخذ نصر في صورة على اليمين خالص ال4 وحوش، ال4 وحوش. الوحش الأولاني فوق اللي هو إيه؟ أسد له جناح نسر، نبوخذ نصر، المملكة الأولى الكلدانيين. الوحش الثاني عبارة عن أسد دب في فمه 3 أضلع اللي هو مادي وفارس. الوحش الثالث نمر له 4 أجنحة. وليه شافوا نمر له 4 أجنحة دانيال؟ لأن فعلا ده الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر مات سنه تقريبا 32 أو 34. كان عمل إيه في العالم كله؟ غزا وسيطر في الإمبراطورية بتاعته على كل العالم. فهو في سرعة النمر، ومش طاير بجناحين، لا، سرعة الطيران مالها 4، سريع جدا. والوحش الرابع عبارة عن أسد ودب ونمر في بعض. لما تقرأ وصفه عبارة عن اللي هو المملكة الرومانية. اتفقنا؟ اللي هم ال4 ممالك، بابل ومادي وفارس واليونان والرومان. سفر زكريا، لا، ارجع. سفر زكريا اتكتب في أيام انهي إمبراطورية؟ مادي وفارس الثانية. ايه اللي حصل للأولى؟ كانت انتهت. يعني أي وحش من الوحوش ال4 انتهى. الأسد انتهى. احنا دلوقتي في زمن مين؟ زمن الدب. وزكريا شايف الدب بيملك مسيطر، بس تحت قيادة مين؟ تحت قيادة المسيح ملاك الرب. وشايف هيجي وراه مين؟ النمر، وهيجي وراه الوحش. هم دول اللي قدام كلمة الله، وهم دول الناس اللي عايشين في شركة مع الله. الله بيخليه يعمل ايه؟ يشوف حتى لو الدنيا ليل. شوف في الليل، بس عشان تشوف في الليل لازم ترجع لكلمة الله. طيب الله كان بيعمل ايه في زمن الامبراطوريات دي؟ بصوا بقى، الله بعت الشعب للسبي. ركزوا معايا عشان اقول موضوع مهم. الله اختار شعب اسرائيل ليه؟ عشان خاطر يكرز باسمه فين؟ في كل الارض. عشان معرفة الله تطلع منين؟ من شعب اسرائيل لفين؟ لكل العالم. ده في مزامير كتير قوي بتقول كده، مزامير كتير. احمدوا الرب، ادعوا اسمه، بشروا من يوم الى يوم بخلاصه، نادوا غنوا له، عرفوا مين؟ الامم. مزمور 67، هقرا لكم مزمور 67 ايتين، ممكن نطلعهم مع بعض. مزمور 67 الآية الأولى والثانية. ليتحنن الله علينا، ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وإيه؟ ممكن نقرأ مع بعض.
وفي كل الأمم خلاصك. ايه مسؤولية إسرائيل؟ ايه مسؤوليتك يا شعب إسرائيل؟ يقول أنا وظيفتي إن الله يستخدمني عشان يعرف في الأرض طريق الله، وكل الأمم تعرف خلاص الله. دي وظيفة الشعب. أدى الوظيفة ولا أهمل؟ أهمل. الله صبر عليهم 300-400 سنة، بعد كده ما جابش نتيجة، راح عمل إيه؟ يأدبهم بالسبي. لكن في نفس الوقت مش بيأدبهم بس، لا، ده عمل فيهم حاجة حلوة. عمل فيهم إيه؟ شتتهم. شتتهم ليه؟ لأنه أول ما يشتتهم كل شوية هيتلموا مع بعض في قرية ولا في مدينة، هيعملوا حاجة حلوة قوي. هيعملوا إيه؟ هيروحوا فاتحين مجمع. ما يقدروش يبنوا هيكل، لأن الهيكل لازم يكون فين؟ في أورشليم. لكن يقدروا يفتحوا إيه؟ مجمع. يعملوا إيه في المجمع ده؟ يروحوا جايبين واحد من سبط لاوي ويقول له والله يخليك يا أخي يا بتاع بني لاوي، أنت العيال بتوعنا الصغيرين دول بتوع إعدادي ومدارس الأحد مش عايزينهم يطلعوا وثنيين زي مين؟ زي من الأمم اللي احنا وسطيهم، فمن فضلك علمهم كلمة الله. وكانوا واخدين معاهم أسفار الشريعة ناقلينها المخطوطات. بعد كده يروحوا كل يوم سبت يحضروا المجمع. بيعملوا إيه؟ يقروا كلمة الله. إيه اللي حصل نتيجة للسبي؟ اتشتتوا. إيه اللي حصل؟ اتفتحت المجامع. فين؟ في كل أرجاء الإمبراطورية. تعالوا نشوف الله بيعمل إيه في السبي. المملكة الأولى. المملكة الأولى شايفين الحدود بتاعتها اللي هي باللون البني. ادي حدود المملكة، الجزء اللي باللون البني دي الإمبراطورية البابلية. ايه اللي حصل في زمانهم؟ كمان بداية فتح مجامع في كل المدن. بصوا الكلام ده بيقوله الكتاب مش أنا. لو قرينا سفر الأعمال أصحاح 15 عدد 21 يقول الآية دي: أول مجمع كنسي اتعمل في أورشليم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له فين؟ في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. الله، إزاي اتفتحت المجامع في المدن؟ أول ما تشتتوا راحوا فين؟ اللي نزل في بابل، واللي نزل في نينوى، واللي نزل مش عارف فين وفين 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 وفين، في كل أرجاء الإمبراطورية. تشتيت. إيه اللي حصل؟ روح اسألهم انتوا تعبانين؟ هيقولوا إيه؟ طب مقاصد الله بتتم. مقاصد الله بتتم. ده سؤال مهم. اللي فاهم هيقول إيه؟ هيقول بتتم. ازاي؟ الله زمان وصانا نكرز لكل الامم واحنا قفلنا على نفسنا. الله عمل ايه؟ شتتنا. ليه؟ مهم انا مرتاح، مهم اكون انا مرتاح والامم تهلك. اغلبيتنا يقول ايه؟ طبعا، وانا مالي، ما يولعوا، ما يتحرقوا، ما يروحوا النار. روح اسال يونان. يا يونان اهل نينوى هيموتوا محروقين. يقولوا يا رب يموتوا كلهم محروقين. يا نينا يا يونان، عيب اللي بتعمله ده، انت خادم. ان شاء الله يا رب يتحرقوا كلهم. والمفروض يونان نزل نينا والمفروض يزور كم يوم؟ 3 أيام. المدينة مسيرة 3 أيام. هو عمل ايه؟ نادى لمدة كام؟ يوم، يعني تلت المدينة بس اللي سمع. وراح قال لهم الحاضر يبلغ الغايب، واحسن ما يبلغوش عشان يولع. وادي رسالته. وطلع بره المدينة منتظر ايه؟ هتولع، هتتحرق، هتولع، هتحرق. ما حصلش وتنكد. ليه؟ لان هو يهمه خلاص النفوس ولا يهمه مزاجه ورأيه؟ اغلبيتنا بيهمه ايه؟ بيهمك ايه؟ ان الناس تعرف المسيح وتخلص، ولا يهمك شغلك وظروفك ودخلك وامورك؟ ايه اللي يهمك؟ ايه اللي يهمك؟ اتشتتوا، راحوا فتحوا مجامع في كل حته. طب وانا في السبي تعبان. تعبان، بس ما تخافش، الله يقف جنبك في وسط الظروف وهيستخدمك بطريقه مهوله. بصوا هنا، بصوا الايه دي: فمني قد صدر امر بان كل شعب وامه
ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو فأنهم يصيرون إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. مين اللي بيكرز؟ مين ده؟ واحد من شعب الله اللي بيكرز؟ مين ده؟ نبوخذ نصر. ايه ده؟ مين اللي وصل امر كرازي، خبر كرازي عن الله لكل الامم والشعوب والالسنه؟ مين؟ الرجل الراكب على الفرس مسيطر على مين؟ مسيطر على نبوخذ نصر. طب يا ترى الامر ده كان سهل ولا صعب على المؤمنين في الوقت ده؟ عشان الامر ده يتم كان لازم 3 فتيان مؤمنين شجعان، شباب محترمين ثابتين في ايمانهم، يقولوا نسجد ولا نتحرق؟ نتحرق. لازم يكون في شباب شاهد، لازم يكون في شهود ثابتين على موقفهم، يقولوا نتحرق. ما تحرقوش، ما تحرقوش. عارفين اللي اتحرق ايه؟ القيود. هدومهم ما فيهاش ريحه شياط، ما فيش فتله شاطط من ثيابهم لانهم امناء. طب وفين بقيه المؤمنين من شعب اسرائيل في الوقت ده؟ كانوا عملوا ايه؟ سجدوا، اركعوا قدام سلطان نبوخذ نصر. فقط اللي فاهمين سلطان الله هم اللي عملوا ايه؟ ابدا. وكانت النتيجه انهم دخلوا اتون النار. وعلى فكره، وجاء الرابع الشبيه بابن الآلهة. هسألكوا سؤال، جاي مخصوص عشان الفتية ولا جاي مخصوص عشان خاطر نبوخذ نصر؟ سؤال مهم. عارفين احنا يهمنا مين؟ احنا يهمنا الفتية. الله يهمه مين؟ نبوخذ نصر. الله يهمه نبوخذ نصر اولا. ليه؟ لأن نبوخذ نصر المفتري الجبار صاحب السلطان يقف قدام المنظر ده ماله؟ مرعوب، مشدود، مذهول. ايه ده؟ الرابع الشبيه بابن الآلهة، 4 رجال يتمشون في قلب النار. فورا بيفهم ان في اله عظيم، في اله حي موجود، بس هذا الاله الحي اظهر ذاته مع 3 امناء شهود. وفورا بمجرد ما طلعوا من اتون النار يعمل ايه؟ يصدر قرار امبراطوري. لمين؟ لكل الامبراطوريه. يا حلاوه. عارفين مين اللي بيكرز؟ الملك الوثني. الملك الوثني الله بيستخدمه في الكرازه. عارفين ايه اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا؟ ايه اللي بيحصل؟ الله بيستخدم كل شيء لانتشار الخبر السار. طيب شوفوا الامبراطوريه بقى، راح الاسد وجه مين؟ الدب. والناس اللي مش شايفين ولا فاهمين، اغلبيه شعب الله كده، لا فاهم ولا شايف، يلطم يقول يا مصيبتي السوداء، راح الاسد وجه مين؟ وجه الدب. راح مبارك وجه مين؟ وجه مرسي. يعني اوحش ولا احسن؟ اوحش. الله شغال. شوف الله بيعمل ايه. بصوا اللي حصل. لا ارجع. ايه اللي حصل للامبراطوريه؟ كبرت، وسعت، مش كده؟ للدرجه ان وصلت مصر على فكره. وفعلا الفرس دخلوا مصر في زمن الاسر الفرعونيه. انا مش فاكر الاسره الكام، المفروض انتوا اللي تقولوا، المفروض يعني. تمام. عمل ايه الله في ايام مادي وفارس؟ تعالوا نقرا. حصل حاجه جميله جدا، انشاء اول نظام بريد عالمي. كان البريد قبل مادي وفارس دولي فقط وسط الدول، لكن في ايام امبراطوريه مادي وفارس ايه اللي حصل؟ البريد بقى ايه؟ انترناشونال، دولي. اتعمل سيستم ضخم من الانترنت، لا مش انترنت، من البغال والحمير والجمال اللي بتعمل ايه؟ بتنقل الرسائل والطرود بين الدول. والله كان مخطط الموضوع ده. ليه؟ عشان كلمة الله عشان تتنقل من مكان لمكان. سفر التكوين ده، سفر التكوين بس محتاج 3 جمال مثلا. انتوا فاكرين سفر التكوين كان في ايدك، ياك تاخده معاك وانت مسافر في ايدك؟
لا، ده سفر التكوين مكتوب على مخطوطات، مش كده؟ يا باردة يا جلود. طب عشان تاخد 50 اصحاح مكتوبين على مخطوطات، انت محتاج كم مخطوطة؟ كل اصحاح يتكتب على 2 أو 3، مش كده؟ معاك في الاخر كام؟ 200 مخطوطة، تنقلهم ازاي؟ محتاج حاجة تشيل. تاني حاجة، بصوا، وفي كل بلاد ومدينة كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره. ده مادي وفارس برضو، أيام مين؟ استير. والملك أحشاويروش. أحشاويروش يبعت لوشتي يقول لها تعالي يا وشتي. وشتي تعمل إيه؟ تكبر في نافوخها وما تجيش. واللي قاعدين حوالين الملك يقولوا له ازاي ده بعد كده الرجاله كل واحد يقول له مراته حاجه، ما حدش يسمع كلامه، ونصير طراطير في الامبراطوريه كلها. تتشال وشتي. سمع كلام الغلمان بتوعه، شال وشتي وجاب مين؟ استير. وفي نفس الوقت اللي فيه واحد امين اسمه مردخاي، مربي بنت عمه، مهتم بيها، ابوها وامها اتقتلوا في السبي، مربيها ومهتم بيها ومعلمها الايمان كويس، والله مجهزها لحدث معين هيتم. ومردخاي يحمي الملك من قضية اغتيال، ويتنسي ما يتكافئش ويتظلم، وياما ناس اتظلمت، وكل الحاجات دي مالها؟ الله راكنها، يقول هستخدمها في وقتها، هستخدمها في وقتها، هستخدمها في وقتها، هستخدمها في وقتها، لحد ما يجي الوقت ايه اللي يحصل؟ يجي هامان يدبر اغتيال لمردخاي، ويقدر؟ هي سايبة؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش، مش سايبة. في رجل راكب على الفرس بيسيطر على كل الامور لحد ما يتصلب هامان على الخشبه اللي اعدها. طب ومردخاي يكلم استير، واستير تخش للملك، والملك تقول له خلي بالك هامان استخدم الخاتم بتاعك وحط قرار امبراطوري بإبادة شعبي، صدر امر اغتيال كل شعب الله. اعتقد ان الموضوع ده كان تم مره يمكن ايام جمال عبد الناصر، غالبا صدر امر زي كده واتلغى بسرعه بسبب حريق القاهره. كل الناس اللي كانوا معاصرين في الوقت ده بيقولوا حاجه زي كده، انا مش عارف التاريخ كويس، لكن صدر امر باباده، اباده عرقيه، اباده جماعيه. يقدروا؟ يقدروش. ليه؟ عشان احنا ابطال؟ لا، عشان في رجل راكب على الفرس. ويتحول الامر ان شعب الله ياخد الفرصه لمحاربه كل اعدائه. ومين اللي بينشر الخبر؟ ايام امبراطوريه الكلدانيين الله يستخدم نبوخذ نصر. ايام مادي وفارس الله يستخدم مين؟ احشاويروش. ايه ده؟ مين اللي بيصدر الامر؟ الملك. وفي كل بلاد ومدينه كل مكان وصل اليه كلام الملك وامره، كان فرح وبهجه عند اليهود وولائم ويوم طيب، للدرجه كثيرون من شعوب الارض مالهم تهودوا. يا سلام، الله بيجيب الامم للايمان من خلال الاحداث اللي بيرتبها مين؟ الاشرار. الايام الامبراطوريه اللي بعدها، ايام الامبراطوريه اليونانيه، واخدين بالكم الحدود مالها اوسع. ليه؟ لان شملت منطقه اليونان ووصل لحد الهند، اللي هو النمر الذي له 4 أجنحة، له 4 رؤوس، الاسكندر الاكبر. ايه اللي حصل في ايامه؟ حصل حاجتين مهمين جدا. رقم 1، نشر اللغه اليونانيه في كل العالم. مين؟ اصل الراجل ده كان تلميذ ارسطو، الاسكندر الاكبر كان تلميذ ارسطو. عمل ايه؟ نشر اللغه، بقت اللغه العالميه دلوقتي، اللغه العالميه هي الانجليزي، مش كده؟ لو قلت لكم هاو ار يو كله هيرد، مش كده؟ لكن لو قلت لك اويكونوماس يوناني، لو كان اليوناني هو اللغه العالميه كنت كلكم هتعملوا ايه؟ اويكونوماس يعني وكيل، مش يعني هاو ار يو يعني وكيل. نشر اللغه اليونانيه في كل العالم، وبنى 10 مدن اسمها الاسكندريه، منهم اسكندريه مصر. للدرجه كل مدينه اسمها الاسكندريه ممنوع حد يدخلها الا لو كان بيتكلم يوناني. نشر اللغه في كل العالم. وتمت حاجه جميله، ايه؟ الترجمه السبعينيه. ايه الترجمه السبعينيه؟ بعد ايام الناس اللي مسكوا وراه جابوا 72 شيخ يهودي حطهم في الاسكندريه، وقال لكل واحد فيهم اتفضل ادي العهد القديم، ترجمه من العبريه لايه؟
اليونانية. ال 72 شيخ كل واحد منهم قعد لوحده وراحوا جابوا الترجمات ال 72. العالم ذهل. ليه؟ جنان. لا مش جنان، سلطان الله المطلق. ايه؟ الترجمات ال 72 مالهم متطابقة، وتم نشر العهد القديم فين؟ في كل العالم باللغة اليونانية، وكل العالم بيقرأ يوناني. الله بيعمل ايه؟ الله بيشتغل، بينشر كلمته. مستخدما مين؟ شعب إسرائيل؟ ما يقدروش، ما يقدروش. تفتكروا ان احنا نقدر نأدي المهمة الكرازية المطلوبة مننا؟ تفتكروا؟ ولا نقدر. احنا اصغر من كده. عشان كده الله بيعمل ايه؟ بيستخدم الاحداث والظروف لنشر الكلمة. بيستخدم الامبراطور الوثني لنشر كلمته. جت الامبراطورية الرابعة، شايفين؟ وحش ملك كل سواحل البحر الابيض المتوسط. عملوا ايه؟ الى ايامهم تم كل الطرق تؤدي الى روما. ايه اللي حصل؟ اكبر شبكة طرق في العالم. الامبراطورية التي نجحت في تأمين الطرق والحدود والسفر بين الدول، الله بيجهزها. ليه؟ لأن بعد شوية هيجي بولس يعمل ايه؟ هو وتيموساوس وتخيكوس وتروفيموس وكل فريق الكرازة بتاعه هيعملوا ايه؟ هيعدوا في كل الطرق، ونجحوا في تأمينها ضد العصابات. كان السفر من دولة لدولة قبل الإمبراطورية الرومانية صعب. نجحوا في تأمين كل الطرق. عشان كده تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيعمله الله أثناء السبي. هيستخدم إسرائيل والكلدانيين ومادي وفارس واليونان والرومان. إسرائيل هيعملوا ايه؟ هيقدموا لي رجاء ان في المسيا جاي. شعب إسرائيل ايه دوره؟ عمال يقول للعالم المخلص جاي، المخلص جاي، المخلص جاي. الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء. المسيا جاي، نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحية جاي. ادي دور إسرائيل. طب ازاي هيتم انتشار الخبر؟ الكلدانيين هيعملوا ايه؟ ايامهم تتفتح المجامع. طيب ومادي وفارس هيبدأوا نظام بريدي، واليونان هيعملوا اللغة العالمية، والرومان شبكة الطرق. هتكون النتيجة ان العهد القديم هينتشر باللغة العبرية فين؟ في جميع الدول الامبراطورية. وفي ايام مادي وفارس سهل نقله من مكان لمكان، وفي الايام بتاعة الامبراطورية اليونانية تم الترجمة الى السبعينية، وبالتالي متواجد العهد القديم باللغة المفهومة لكل العالم. وفي نفس الوقت ايام الرومان سهولة التنقل. الله بيعمل ايه؟ عارفين اقول لكم على حاجة؟ الله يهمه الكرازة ويهمه ربح النفوس جدا. الله أرسل ابنه من السماء ومات على الصليب وقام في اليوم الثالث عشان ننال الخلاص. ده أخطر عمل تم في الأرض، مش كده؟ الله يهمه إيه؟ إن كل العالم يعمل إيه؟ يسمع هذا الخبر. والله بيقيم الإمبراطوريات ويسقطها، ويقيم ملوك ويسقطها، ويدير كل سياسة الأرض بناء على هذا الأمر. اللي هيقف في وش الإنجيل ماله؟ هيتشال. واللي هيساعد على انتشار الإنجيل إيه؟ هيسيبه. اللي هيمارس البر هيسيبه. واللي هيكسر كل قوانين البر هيشيله. وزكريا كتب هذا السفر وقال لهم: الرجل الراكب على الفرس يدير سياسة الأرض، اطمئنوا. مش كده؟ مردخاي شوف شغلك، يشوف شغله. اتظلم مش مهم، هيستخدمها في وقته. استير عيشي بالتقوى في هذا الزمان، عيشي بالتقوى في هذا الزمان، الله يستخدمها في وقتها. الفتية الثلاث أمناء، شهود أمناء، نتحرق وما نسجدش، هيستخدمها في وقتها. دانيال جعل في قلبه لا يتنجس، هتستخدم في وقتها. هعيش أمين، هتلاقي نفسك جه الله خدك وحطك في دور مهم جدا جدا لإجراء مقاصده
وخلي بالك هيستخدمك وهيستخدم نبوخذ نصر هيستخدم الرئيس الحالي هو بيعمل كده، والرئيس السابق استخدمه والرئيس الجاي هيستخدمه، ولو عاش في الارض 1000 رئيس هيعمل ايه؟ هيستخدمهم وهيجري مقاصده. ومن هو عايش بالامانه هيتمتع برؤيه الرجل الراكب على الفرس والشركه معاه، والسلام والهدوء والاطمئنان يعم قلبك، وتكون حياتك متباركه، والله يستخدمك ويباركك ويبارك الاخرين من خلالك. او اقفل كتابك واقعد قدام الفضائيات وعيش مضطرب ومهزوز وفقد سلامك ومنزعج وفكر في الهجرة، وتنتهي حياتك. وإيه لازمتها؟ عشتها لنفسك. قلت كده: إن عشت فلنفسي أعيش وإن مت فلنفسي أموت، فإن عشت أو مت فأنا لنفسي. والكتاب بيقول لنا: وهو مات لأجل الجميع. ليه؟ كي يعيش الأحياء فيما بعد إيه؟ لا لأنفسهم، لا لأنفسنا، مش عايشين في الأرض لنفسنا، لذواتنا، في غرض، في هدف، والله بيجريه ومحدش هيقدر يغلبه. الإمبراطور الوثني المرعب نبوخذ نصر ده القمة، ده يسميه الكتاب ملك ملوك، ملك ملوك. هذا الرجل يقول عنه الكتاب: أي من شاء قتل، أي من شاء استحيا. ده الدستور اللي عملوه ده ولا حاجة جنب دستور نبوخذ نصر. ما عندوش دستور، هو الدستور هو القانون. هذا الرجل عرف أن السماء سلطان، وأن الله لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. فهم سلطان الله. وبالأولى كل نفس اتولدت الولادة الجديدة ونالت التبرير بالإيمان وتمتعت بالمسيح المخلص، انت اكتر واحد، انت مدرك اكتر من نبوخذ نصر ان الله صاحب السلطان. فعيش امين، لا تطرح ثقتك. صاحب السلطان موجود بس مش متشاف. ليه؟ في الليل بين الآس في الظل. هيشوفوه السهرانين اللي قاعدين قدام كلمة الله. امين. تعالوا ننحني للصلاة قدام الرب في محضر الرب، نقول له: شكرا يا رب من كل القلب. شكرا يا شباب، شكرا. تعالوا نقول له: شكرا ليك. أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله سلطانه مطلق، لن أطرح ثقتي. أنا شايفه راكب على الفرس، أنا شايفه مسيطر على الأمور. إذا كنت قاعد قدام كلمته،